بجد والله العظيم مش مصدقة نفسي. أول مرة أعمل البسطرمة في البيت وتطلع بالطعم والحلاوة دي، أحلى بكتير ألف مرة من اللي بنشتريها من بره. ما هي طالما ولادنا بتحب المصنعات والمصنعات غليت جدا، ما تيجوا تعالوا نعملها في البيت بطريقة سهلة وبسيطة وكمان اقتصادية. من نص كيلو لحمة مفرومة عملنا سجق ما شاء الله كمية جميلة جدا، وكمان من نص كيلو مفروم فراخ عملنا 5 أطباق بأربع أصناف: برجر وستريبس وكمان بانيه وناجتس. طب ما تيجوا النهارده كمان نعمل البسطرمه بمكون جميل جدا هيخليها لك بطعم وريحه البسطرمه بتاع بره، ويمكن اطعم واحلى كمان. وتفطري ولادك كده وتعملهم سندوتشات، احلى سندوتشات بيض بالبسطرمه. يلا تعالوا بسرعه نشوف عملناها ازاي. بس قبل اي حاجه نصلي على الرسول في الكومنتات: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. كمان لايك وكومنت جميل زي كده يا قمر. وتعالي نشوف البسطرمه دي عملناها ازاي. هتجيبي بقى الكبة بتاعتك، هتنزلي فيها بربع كيلو من اللحمة المفرومة بالشكل ده كده. كمان معايا معلقة كبيرة من التوم، يعني حوالي 12 فص من التوم كده، أو راس توم متوسطة. البهارات بتاعتي بقى نص معلقة صغيرة من الملح والفلفل بصل البودرة والثوم البودرة والكباب الصيني، لكن معلقة كاملة صغيرة من البابريكا تديكي لون حلو، والحلبة المطحونة. والحلبة المطحونة دي بقى هتديكي طعم وريحة البسطرمة الأصلية. هي بتيجي من عند العطار. طب لو انت ما لقيتيهاش، ده شكل الحلبة قبل ما تنطحن يعني وهي حبوب. هتاخدي منها معلقة صغيرة، افرميها في كبة البهارات وضيفيها، وكمان كام لون كده من لون الطعام الأحمر. وافرمي بقى الكلام الجميل ده كويس جدا، عاوزاكي تنعميه على قد ما تقدري لحد ما تبقى معاكي بالشكل ده كده، ناعمة مفيش فيها أي تكتلات من أي حاجة، خليط ناعم بالشكل ده. كل اللي هتعملي بعد كده بقى، هتجيبي أكياس التلاجة بتاعتك العادية جدا اللي انت بتحطي فيها أو بتخزني فيها الحاجات في الفريزر، هتدهنيها من جوه دهنة زيت. الخطوة دي حلوة علشان تسهل معاكي فرد البسطرمة في قلب الكيس. نقطتين زيت كده في قلب الكيس من جوه، وحاولي توزعيها فيهم كله بالشكل ده كده. وبعد كده هتنزلي بكمية من الخليط بتاعك، بس ما تزوديش، لان احنا عاوزينها تبقى طبقه رقيقه زي ما شفتوا كده في اول الفيديو. البسطرمه ما بتبقاش طبقه سميكه، حتى احنا لما بنشتريها من بره بتبقى طبقه رقيقه. هتنزلي بقى بكميه كده من الخليط بتاعك في قلب الكيس بالشكل ده كده، وافرديها بقى بايدك او بالنشابه باي حاجه موجوده عندك. اهم حاجه انك توزعها كويس جدا في الكيس. وزي ما قلت لك، مش عاوزاها تكون طبقه سميكه، انا عاوزاها بالشكل ده كده، طبقه رقيقه وبرده مش رقيقه قوي. تمام، يعني في زي ما انت شايفاها كده بالظبط. تمام. نفس الطريقة بقى لحد ما تخلصي كل الكمية اللي عندك. نقطتين زيت في قلب الكيس توزعهم كويس جدا في الكيس من جوه. هتنزلي بخليط البسطرمة بتاعك وهتفرديها في قلب الكيس. وزي ما قلت لك مش عاوزينها طبقة سميكة قوي، هتبقى معاكي بالشكل ده كده. تمام. كل اللي هتعمليه بقى بعد كده عشان تبقى سهلة معاكي كده لما تطلعيها وتستخدميها، هتجيبي سكينة بس هتستخدميها من الظهر طبعا، وهتقسمي البسطرمة بتاعتك دي لمربعات بالشكل ده. تمام. دي هتسهل عليكي قوي لما تطلعيها من الفريزر وتيجي تستخدميها، هتطلعي المربع كده ايه يطلع معاكي سليم، وكمان يديكي شكل البسطرمه الحلو. باي حاجه بقى عندك، ممكن زي ما قلت لك بظهر سكينه بالشكل ده، او بخله شيش طاووق. هتحددي برضو حجم المربع اللي انت عاوزاه، وهتضغطي عليها تديكي نفس الشكل. بعد ما تخلصي بقى البسطرمه بتاعتك كلها كده وتجزئيها مربعات بالشكل ده، هتدخليها الفريزر لحد ما تتجمد وتتماسك معاكي. هتطلع معاكي من الفريزر بالشكل ده كده. شايفه التقسيمات بقى اللي احنا قسمناها دي هتسهل عليكي جدا ان احنا نطلعها بكل سهوله. كل مربع كده هيطلع سليم. كمان دهنه الزيت اللي احنا دهناها برضو هتطلعها معاكي شكلها حلو. طب ما تيجي بقى نجرب البسطرمه القمر بتاعتنا دي ونعمل احلى طاسه بيض بالبسطرمه. شايفه الشكل؟ هتطلعي المربع بتاعك متماسك بالشكل ده كده بكل سهوله. ارفعي بقى طاسه على النار، انزلي فيها بمعلقه من السمنه، ويا سلام لو معلقه سمنه بلدي تبقى اخر عظمه، بس المتاح عندك اشتغلي بيه. وانزلي بقى بالبسطرمه بتاعتك كده على السمنه بعد ما تسخن، واديها لون من ناحيتين، لان طبعا البسطرمه اللي احنا عاملينها نيه مش زي اللي بنشتريها من بره، فلازم ايه نسويها الاول كده في الطاسه بالشكل ده كده. هتبقى معاكي بالشكل ده كده واخده لون جميل، وكمان ريحتها تحفه. مجرد ما هتحطيها في الطاسه هتشم ريحه البسطرمه الاصلي، اضافه المعلقه الحلبه المطحونه دي بجد يا بنات هتديكوا طعم وريحه البسطرمه الاصلي. هتنزلي بقى بالبيض الكميه اللي انت عاوزاها، رشه ملح ورشه فلفل اسمر، وما تزوديش ملح لان طبعا البسطرمه احنا ضايفين فيها ملح. هتشمي بقى احلى ريحه بيض بالبسطرمه انت عملتيه، مش هتختلف نهائي عن البسطرمه اللي احنا بنشتريها من بره.
تحفه، طعمها حلو جدا وتطلع معاكي بالشكل ده كده. بسطرمه دي بقى ولا مش بسطرمه يا متعلمين يا بتوع المدارس؟ ليه نروح نشتري ب 200 جنيه بسطرمه من بره بتكلفه اقل من ربع كيلو بسطرمه؟ ليه بنشتريها من بره؟ هتعملي الثلاث اكياس دول كميه حلوه من ربع كيلو لحمه، هتديكي طعم وريحه البسطرمه الاصل بجد تحفه جميله جدا. في عيش بلدي بقى، في عيش فينو، في سندوتشات للولاد كده الصبح في المدرسه او على الفطار. يا رب الوصفه بتاعتي تكون عجبتكم، وما تنسوش تكتبوا لي رايكم في التعليقات. وقبل اي حاجه ما ننساش نصلي على الرسول في الكومنتات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ويا ريت تكتبوا لي بتتابعوني منين. احتفظي بيها بقى في الفريزر بالشكل ده كده، وتطلع متجمده على الطاسه على طول، ما بنسيبهاش تفك.